السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا بقى النهارده نعمل ايه احلى رغيف حواوشي ممكن تعمليه. هنا عندي نص كيلو لحمه مفرومه، قطعت عليه نص كيلو سجق حتت صغيره يعني. المهم عندي بصلتين كبار قطعتهم، او 3 بصلات زي ما بتحبي البصل حطي. عندي هنا بقى قرنين فلفل سبايسي على قرن فلفل عادي، قطعتهم. عندي فصين توم، وهقطع طماطمايه. المهم هقطع كل الخضار اللي انا قلتلكوا عليه دوت. المهم هحط عليهم ملح بقى وبهارات لحمه وحبه قرفه وفلفل اسمر وكمون. يعني حط البهارات اللي بتحبيها بقى. المهم انا لازم طالما حواوشي يبقى بهارات. وطبعا حطيت بقى معلقتين كبار بهارات حواوشي. المهم هقلب بقى المكونات دي كلها كويس قوي لحد ما كلها تخش في بعضها كده وتندمج، وتبقى حته اللحمه يعتبر حته لحمه واحده كده. المهم هركنها على جنب. بقى هنا عندي عيش، طبعا انا فاتحاه. هجيب بقى كرة، هكور اللحمة كده وهفردها كده في الرغيف، وهفضل افرد بايدي كده لحد ما اللحمة تبقى مالية الرغيف كله. وهنا كنت بعمل واحد تاني زي ما انتوا شايفين كده، بكور اللحمة وهبتدي ان انا افردها في الرغيف كويس قوي. لازم اللحمة تبقى مالية الرغيف، يعني الرغيف كله، عشان ما يبقاش في حتة وحتة. المهم لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تعملوا لي لايك وكومنت واشتراك لقناتي مطبخ نولي عشان يوصل لكم كل جديد. اظن طريقة الحواوشي دي مفيش اسهل منها بقى، ولا عجن ولا خبز ولا اي حاجة، سهلة قوي ومش هتاخد منك وقت ولا مجهود. هنا كنت بسخن صينية على النار، حطيت فيها معلقة زيت ودهنتها بالزيت كده، وهنزل بقى بالحواوشي. شايفين شكله عامل ازاي؟ طبعا انا سيبته يتحمر من على الوش ده والوش ده. طبعا انت بتهدي النار وتسيبيه عشان ما يتحرقش منك. هنا طبعا كنت جبت بقى صينيه تانية عشان كان الوقت خلاص. ده بعد بقى ما خلصته. شايفين شكل الحواوشي عامل ازاي؟ عملت جنبيه سلطه طحينه وبابا غنوج، وطبعا المخلل ما ينفعش من غير مخلل. متنسوش اللايك. سلام.